نرحب بجميع أمهاتنا، آبائنا، بجميع عوائل الشهداء المتواجدين هلا بالقاعة، وبنقول أهلا وسهلا بكم جميعا. ولأنه لبيتوا الطلب لنا وحضرتوا هذا الاجتماع، نحن كوحدات حماية المرأة قوات سوريا الديمقراطية مفتخرين بوجودكم معنا وبنتشكر لهالحضور. فقط بداية قبل ما نعقد الاجتماع ندعو جميع عوائلنا لوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. فوزة يوسف عضو هيئة الرئاسة لحزب الاتحاد الديمقراطي البيادي، فتتفضل مشكور. السلام عليكم. في البداية أنحني أمام جميع شهداء الحرية، وأيضا أحيي جميع عوائل الشهداء، أمهات الشهداء، آباء الشهداء، أطفال الشهداء وزوجات الشهداء. طبعا تقييم الوضع مهم جدا، اننا يعني في هذه الفتره امام حرب، وهذه الحرب يعني موجوده بكل منطقه. الاغتيالات الاخيره اللي صارت بالمنطقه سواء بايران، في لبنان، ام في سوريا، كلكم تتابعون الوضع الموجود بالعالم بشكل عام. الحرب الاوكرانيه صارت بمرحلة جديدة، لأن الأوكرانيين هاجموا على مدن روسية، فصارت يعني الحرب، موازين الحرب تتغير. ونحن بضمن هالمنطقة، هاي منطقة متوترة، وحقيقة يعني في لنا أعداء، بالإضافة إلى الوضع المتوتر بالعالم. الوضع السياسي بشكل عام يعني متجه نحو تصعيد، ما في تخفيف. كل القوى الموجودة بالمنطقة صاروا يقووا حالهم من الناحية العسكرية. حتى الدول اللي ما كانت تتسلح سابقا مثل السويد ومثل فنلندا، هلا هنا كمان صاروا يتسلحوا. تسمى هالمرحلة هاي مرحلة الحرب العالمية الثالثة. هالحرب هاي تهدف استقرار الشعوب، وجود الشعوب. نحن لا مع عرب ولا مع عرب، نحن مع شعب. عوائلنا الكرام، باسم عوائلنا وباسم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وكل قواتنا العسكرية اللي موجود هون، من أصيش المرأة، قوات الأمن الداخلي، قوات الكوماندوس، وعوائلنا الكرام اللي موجودين، نتشكر الرفيقة فوزة يوسف على التقييم القيم لوضع القائد والتقييم للوضع السياسي والعسكري. الميك التركي او الاستخبارات التركيه بدها توصل حالها لفرد من شعب شمال وشرق سوريا. نحن لازم نكون على وعي وانتباه ودقه على تراب هالوطن، ما لازم يصير فيه خوان، ما لازم نقبل هذا الشيء. إذا في أي مشتبهين فيهم، شعبنا لازم يكون شعب استخباراتي لقوات، شعب الحماية، يكون العين الساهرة على عساكرنا. هذا الشيء اللي نحن نتمناه ونطلبه من شعبنا. النظامين القائمين. طبعا هذا الهجوم تم إفراغه من كلا الجانبين، إذا كان إيديولوجياً، سياسياً، فكرياً، أو إذا كان عسكرياً. الأولوية لمن يعود؟ الأولوية للمقاومة، للثبات، للصمود، للتضحية. هم العوائل الذين أعطوا جزءاً
فداء لهذا التراب وهذا الوطن.